السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ مهدي زاد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحه جيده. راح نشوفوا مع بعض وصفه قلب اللوز. يجي بزاف بنين هذه القلب اللوز وتمتم توجدوها. دوك نشوفوا المقادير مع بعض. بسم الله. عندي هنا كيلو ونص تاع سكر، نفس الكيلو نقيسوا بها الماء. عندي 3 كيلات ماء، عندي ملعين، عندي شريحه تاع ليمون، عندي كاستين تاع مزهر ولا فنجان اللي عندكم. اول حاجه نجيبوا كاسرونه، نحطوا السكر تاعنا، قلت لكم كيلو ونص. نزيدوا 3 كيلات ماء. هاي الكيله الاولى، هاي الكيله الثانيه تاع الماء، نزيدوا الكيله الثالثه. نجيبوا ملعقه نخلطوها مليح كيما هاد. نحطوا شريحه تاع الليمون ونحطها على النار. كي تغلي لي نحسبوا لها 10 دقائق، بعد نطفيو عليها. كي نطفيو عليها عاد نزيدوا المزهره. دوك نحط على النار بعد نكملوا الوصفه هنا. نعطيكم الوصفه تاع قلب اللوزه. عندي هنا القطر تاع السنيوه تاعي 32 سنتيمه، فرشت عليها السميد. ها هو السميد لازم يكون كيما هكا خشين بزاف. عاودوا الشيشه تاع قلب اللوز. ها هو ما يصح لكمش هذاك الرقيقه ولا المتوسط، لازم هذا سبيسيال تاع قلب اللوز. نفرشوه كيما هكا اي سنيوه نتوما عندكم. انا خيرت هذه ما كبيره بزاف ما صغيره، وتحكموا صباعكم ديروه هكا وتحسبوا حسب ظفركم. هاي تجي ما هابطه بزاف، ما تجي طالعه بزاف. نفرشوه كيما هكا. دوك انا حنخدم بالكيلات، نفس الكيلات اللي خدمت بهم الشربات تاعي اللي نسقيو بها قلب اللوز في الاخر. حطيت 3 كيلات سميد في الريزيبيون، نزيدو كيلو ونص تاع السكر العادي، نخلطو مليح كبيدينا، ونزيدو الزيت. لازم نبسو مليح. نزيدو نحطو نص كيلو تاع اللبن. هذا هو اللبن اللي يخلي لكم القلب اللوز تاعكم يجي طري بزاف. نزيدو نحطو المزهر، نص كيلو مزهره. دوك نحطوه جانبا. دوك نجيو ندهنوا الباط تاعنا. حطيت شويه زيت، نجيو نزينوها باللوز. هاي السنيوه تاعنا. دوك انا نحطها طيب على 200 درجه. كي طيب لنا لازم حتى تحمر لنا هكا على الاطراف كلها، تحمر لنا مليح. بعدك نخرجوها وبعد نسقوها بالشربات. الشربات لازم يكون بارده، خاطر ماش قلت تكون هذه نخرجوها من الفرن هي سخونه والشربات سخون راح تعجننا قلب اللوز تاعنا وما تنجحش. ما نديروها سخونه، هذه سخونه والشربات تاعنا بارده وتجا طيبناها من قبل وبردتها. دوك نحطها طيب على 200 درجه. كي طيب لنا نوريها لكم. هاي قلب اللوز تاعي بعد ما طابت. انا طابت لي ساعه خدات لي الوقت. حطيتها على 200 درجه. دوك نجيو نسقيوها بالسيرو تاعنا اللي درناه، لازم بارده.
نخليها تشرب، نسقيوها على دفعاتها كيما هاك ونخليها تشرب. دوك نخليها تشرب ونزيد نكمل السيرو اللي بقالي، نحطها دقيقه في الفور وخرجوها بعدا تمتم، تخليوها ليله كامله تبات وبعد تشوفوها في ساعه التقديمه. قلب اللوز انا بعد ما شرب مليح السيرو اللي درناهولو يجي بزاف بنين هذا القلب اللوز، صدقوني يا البنات يجي روعه. دوك نقسم معكم تشوفوا القوام تاعو. تجي بزاف بنينه، ناجحه 100%. شوفوا كيفاه. ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. والملتقى في وصفه اخرى. سلام.